السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقه ديال اللحم اللي غزاله، نتمنى تجربوها. كيجي محمر يا سلام غير في الكوكوط، وغادي نرافق معاه واحد شلاضه اولا سلطه مغربيه بالخضر اللي كتجي رائعه وزوينه وبارده في هذا الصيف. وبلا ما نطول عليكم فيديو، الا عجبكم فيديو ما تنساونيش بلايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد قناه زينب. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. كنجيب الكوكوط اللي عندي، كنضيف فيها اللحم القياس اللي بغيتو، وكنضيف جوج مكونات اللي هو القزبر اليابس مطحون، واحد نص معلقه صغيره وشويه ديال الملحه، جوج كيسان من الماء، ما كنضيفوش الزيت نهائيا صافي، وكنسدو عليه 30 دقيقه. وكندوزو للخضر، عندي الجزر اولا خيزو اللي غنسلقو والبطاطا، وكنزيد لي باط اللي بغيتو اللي عندكم مفضله يمكن لكم ديروها. الخضر الكل كنسلقو على هذه الطريقه، ومن بعد كنخليه كيسقطر، ما كنشحروش، كنخليه كما هو. والمكون الاساسي هو هاد التتبيله اللي كندير، شويه ديال المعدنوس والخل، وكنضيف شويه ديال الملحه، شويه من الابزار، وشويه من زيت الزيتون. هذه هي العطريه باش كنعطر الخضر اللي عندي كامله. وعندي هنايا البربه اللي كنزيد فيها معلقه المايونيز، كتجي غزاله بهذه الطريقه. وندوزو لي فيس اولا لي باط اللي غنزيد فيهم جوج حبات اولا 3 حبات الفلفل اللي شويتهم وقطعتهم على هذه الطريقه، عندي صفراء وحمراء وخضراء. ونزيد شويه ديال المايز خضراء، وعندي معلقه من المايونيز، معلقه كبيره، بعد ما كنسالي الخضر كامله كنشدها بواحد الطبسيل. دائما الزيت يبقى على حسب الرغبه.
نهايه الطبق ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديالو، اللحم اللي كيجي غزال، غير جربوه. وشلاضه اولا سلطه مغربيه، نتمنى تجربوها، كتجي غزاله وبنينه. وبلا ما نطول عليكم فيديو، لا عجبكم فيديو ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد قناه زينب. السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد.